يمكن ما تصدقنيش يا صديقي لو قلتلك ان ده تقريبا تاني او تالت فيديو بعد ما صوره وقرر ان احنا نطلع نتكلم عن حاجة معينة في برنامجنا الكاب كات، الاقيها اتشالت في التحديثات الكتير قوي اللي كاب كات بيعملها الفترة اللي فاتت. الحقيقة كاب كات بيعمل تقريبا تحديث كل يومين ثلاثة يا صديقي، ولكن النهاردة احنا جايين نتكلم عن حاجة مهمة جدا، سواء بتصور اشخاص، بتصور بودكاست، او ايا كان المحتوى اللي انت بتصوره. فتابع معايا ويلا بينا. يلا بينا. اولا ازيكم، اتمنى تكونوا بخير. ثانيا اهلا بيكم هنا على قناه دكتور ماريو اللي بنتكلم فيها عن المونتاج وتصوير الفيديو. كوبايه الشاي الجميله بتاعك او كوبايه القهوه عشان احنا هنتكلم كلمتين حلوين. الحقيقه الفتره اللي فاتت برنامج كاب كات بقى بيعمل كم تحديثات كتير جدا، تقريبا انا كل ما افتح البرنامج الاقي ان في تحديث، ولكن دوت الحقيقه مفيد جدا لينا كمستخدمين، بسبب ان هو بقى بيدخل حاجات كتير جدا بالذكاء الاصطناعي، واللي الحقيقه دي هتفيد كتير قوي من صناع المحتوى او الناس اللي بتستخدم برنامج كاب كات في المونتاج. يمكن يا صديقي من الحاجات الحلوه قوي اللي برنامج كاب كات حاططها هي حته الريتاتش. دايما بنسمع عن الريتاتش في الصور، ان انا ازاي اعدل السكين تون او ازاي ان انا اعدل في الجسم اللي انا بصوره، ولكن ان ده يحصل بالشكل اللي احنا هنشوفه النهارده جوه برنامج كاب كات، الحقيقه الموضوع مش سهل خالص، ولكن كاب كات بيقدمه باحترافيه شديده، قادر ان هو يحول بشرة اي شخص من الشكل ده للشكل ده. فخلينا نروح سريعا ندخل كاب كات ونشوف ايه موضوع الريتاتش ده نقطة نقطة، وازاي ان احنا نقدر نستفاد بيه في تصوير الفيديوهات بتاعتنا. تنساش كوباية الشاي بتاعك او كوباية القهوة ويلا بينا. هنبدأ هنا يا صديقي. بعد ما فتحنا البرنامج بتاعنا بالشكل ده، تعال نسحب الفيديو اللي هنجرب فيه. تمام، وليكن مثلا الفيديو ده، تعال بس نصغره كده ونشوف علشان نبدأ نشوف النتيجة قبل وبعد. طيب طبعا مش عايز اقول لك يا صديقي ان فكرة الفيديو هتنطبق على البنات وعلى الرجالة، بس هو طبعا الموضوع ده هيعجب البنات بشكل اكبر من كده، وهنشوف ازاي دلوقتي. تعالى كده، احنا عندنا مقطعين، تعالى نسيب دوت المقطع الاصلي وتعالى نجرب في المقطع التاني. هتطلع هنا يا صديقي فوق عند فيديو، هتلاقي فيه خانة الريتاتش. كل الخانة دي يا صديقي هي مناسبة او اللي مسؤولة عن التعديل على الجسم او على البشرة. تعالى كده نعلم على الريتاتش نفتحها، هتلاقي ان هو، تعالى نزوم بالشكل ده، هتلاقي ان البرنامج بالاي اي نزل لك 4 كورنرز بالشكل ده علشان يبين لك ان هو اتعرف على الوجه او الشخص اللي في الفيديو بتاعك. تمام، هتلاقي عندك هنا سنجل بيرسون وجروب، يعني انت لو في فيديو حاطط فيه مثلا، او الفيديو اللي بتاعك لو حاطط فيه شخصين او اكتر من كده، هو هيبدا يتعرف على الجروبس دي او هيبدا يتعرف على الاشخاص دي. احنا هنا بنختار سنجل بيرسون. تعال بقى نشوف الاوبشنز اللي عندنا. طيب تعال نزود كده السموث، تعالى نزوم اكتر من كده علشان نشوف الفيديو بتاعنا مظبوط. كل ما زودت السموث يا صديقي، بص هنا الشكل بقى عامل ازاي، وبص لما انت بدأت تزود السموث السكين تون او البشرة بقت ناعمة ازاي. ركز في النقطة دي قوي. طب تعالى كده نزود البرايتن، هتلاقي ان في البشرة بتفتح كده يا صديقي. تمام، والوايت تيث ده لو كان هي في السنان او هي باينه. طب تعال نشوف كده قبل وبعد. اقفل كده من هنا وافتح. مش عارف يا صديقي، انا حاسس ان هي زي ما تكون اتحولت. تمام، بس شايف الشكل قبل وشايف الشكل بعد عامل ازاي. طيب تعالى كده نكمل. الاوتو ريشيب دي هتمسك جزء جزء في الوش يا صديقي وتفصصه. تعالى هنا برضو عندنا خيار السنجل بيرسون، عندنا هنا الفيس. تمام، السليم هنا تقدر ان انت تتخن او ترفع الوش زي ما انت عايز. طيب هنا الطول تقدر ان انت تطول او تقصر برضو الوش. تمام، هنا تقدر تقصر منه. هنا اللوير الحته اللي هي اللي تحت تقدر تطولها او تصغرها، بس طبعا ده بنسب بسيطه. عندك هنا الايز، تمام، تقدر ان انت تظبط فتحه العين او تقللها برضو. الديستانس المسافه بين العينين، وهكذا بقى صديقي. هتلاقي عندك كل الاختيارات هنا. طيب تعالى نقفل الاوتو ريشيب دي ونجرب المانوال. المانوال دي بقى تقدر ان انت تتحكم فيها جزء جزء، بمعنى
ان انا مثلا هنا لما بتيجي على الوش هو بيعمل لك دايره، الدايره دي تقدر تصغرها من هنا او تكبرها. خلينا كده نعملها بحته معقوله. الدايره دي تقدر مثلا تعرض بيها حته معينه، تطول بيها حته معينه انت عايزها في الوش. خلينا مثلا كده نديها ابتسامه خفيفه كده للست اللي ما بتضحكش دي بالشكل ده. طيب كده قبل وكده بعد، يعني انت كمان خليتها صديقي تبتسم. حلو الكلام ده جدا. تمام. فانت تقدر تظبطها وتشد حته معينه زي ما انت عايز. دي المانوال. تعال بقى لاهم حته واللي هيحبها البنات كلهم، وهي حته الميك اب. يعني انت لو مصوره عندك بنت تقدري ان انت تظبطيها زي ما انت عايزه من البرنامج. الحقيقه ان هو حاطط كميه فلاتر يا صديقي في البرنامج بتاعنا، يعني مش عارف الصراحه. الموضوع ده قوي جدا. تعالى كده نجرب واحد واحد. الله، يعني الموضوع بيودي في حتة تانية خالص. الشكل بيتغير تقريبا 180 درجة صديقي. تقدر ان انت تجرب كل الاشكال دي او تجربي بقى كل الاشكال دي وتشوفي الشكل المناسب. ده من غير ميك اب ومن غير اي حاجة، انت هنا هتحطي كل حاجة. تمام. خلينا مثلا على الشكل ده. تعالى هنا نجرب كمان حاجات اشكال مختلفة للعين. حاجات كلها جاهزة تقدري ان انت تستخدميها بس بتكة زرار. حاجات طبعا كمان للعيون بالشكل ده. انا مش عارف الفرق بينهم الصراحة، ولكن حاسس ان الشخصية اللي قدامي دي اتحولت 180 درجة، وهنشوف دلوقتي الفرق بينهم. ده كمان حاجات للشفايف بالشكل ده. تقدر ان انت كمان من هنا تتحكم في الدرجة بتاعته. طيب كمان البادي. لو انا ظاهر مثلا عندي الرجل، الايدين، اي حاجه تقدر ان انت تتحرك فيها من هنا. تكبر من الرجل، تصغر البادي، الوسط، الهيد، الدماغ، السموث. تقدر ان انت تظبط كل حاجه من هنا. تعالى كده يا صديقي نشوف النتيجه كانت قبل عامله ازاي. ده كده قبل، دي الست قبل ما نجرب ان احنا نعمل ريتاتش، ودي كده بعد ما عملنا الريتاتش. الحقيقه الموضوع ده مخيف، يعني الموضوع ده مخيف. لازم تتاكد من ان اللي طالع في الفيديو ده هو الشخص الحقيقي. ما هو يعني النتيجه الصراحه قويه جدا، ان انت تقدر تتحكم في البشره بشكل كامل. طيب تعالى كده نجرب في فيديو تاني. انا بقصد يا صديقي ان انا اجيب فيديو فيه البشره شويه فيها تجاعيد علشان نشوف تاثير الجزء دوت في البرنامج عامل ازاي. يعني انا مش عايز اجيب بشره هي اصلا اوريدي ناعمه ونجرب عليها الافكت ده. تعالى هنا برضو نفصل كده بالشكل ده نجرب الافكت بتاعنا. تعالى نشوف طنط دي الوضع هيعمل معاها ازاي. لما علمت على الريتاتش هو علم لي برضو على السنجل بيرسون. تمام. طيب هبدا ان انا اظبط السموث هنا بتاعته بالشكل ده. طبعا يا صديقي احنا بنتفق من الاول ان كل حاجه بتبقى بنسب بسيطه. تمام. ما تحاولش تكبر الموضوع قوي عشان هو اكيد هيأثر على حاجه تانية في الفيديو. تعالى نظبط البرايتنس بتاعتنا برضو، وننزل هنا للاوتو ريشيب. تعالى نشوف الفيس ده. احنا ممكن مثلا نتخنها شويه، نخليها تملى شويه. الموضوع الصراحه يعني انا شايفه غريب، ولكنه هيبقى ممتع جدا للبنات. يعني انا اعتقد لو واحده مثلا عندها محل ميك اب او بتصور كونتنت او ايا كان، هي عادي ممكن تطلع تصور عادي جدا من غير اي ميك اب، وفي البرنامج ممكن تظبط الكلام ده كله. تعالى برضو نشوف المانوال. هي عندنا هنا. تعالى نضحكها شويتين كده، ممكن نشد بقها ده شويه. تعالى ننزل للميك اب، نبص على الشكل عندنا عامل ازاي. انا اعتقد ان احنا كده صغرناها تقريبا يعني 60 سنه. احنا وديناها في حته تانية خالص. اي شادو، حاجات تانية غريبه جدا. تمام. الصراحه الموضوع، تعال نخف ده مثلا كده. الموضوع مرعب، الموضوع مرعب. الذكاء الاصطناعي في الموضوع ده مرعب. هي كده كانت قبل وكده بقت بعد، كده قبل وكده بعد. الحقيقه الموضوع مخيف جدا. اعتقد هيتطور كمان اكتر من كده لان ده النظام البيتا. تمام. وده لسه تجريبي. اعتقد الموضوع هيتطور اكتر من كده، ولكن زي ما انت شايف انت هنا تقدر تتحكم تحكم كامل يا صديقي في الجسم.
سواء في الوش، سواء في لو عندك حد متصور بشكل كامل تقدر تتحكم في البادي هنا، من الرجل، من حجم الجسم، من الوسط، من كل حاجه يا صديقي تقدر تتحكم فيها. تقدر تشد يمين، تشد فوق، تشد شمال، تشد في اي حته. تمام. اتمنى يكون الفيديو عجبك ووريني النتيجه اللي انت هتقدر تطلع بيها. وبس كده يا صديقي، اتمنى اكون قدرت اوصل لك المعلومه واشرح لك حته الريتاتش في الكاب كات بالتفصيل، وصدقني دي هتستفاد بيها كويس قوي لو انت بتصور محتوى، بتصور بودكاست، عندك اي بيزنس وحابب ان انت تهتم وتطلع شكل البشره او شكل الشخص اللي انت بتصوره بشكل افضل. ودي الحقيقه اوقات بنحتاجها كتير، سواء في الريلز او في الاشخاص اللي بنصورهم. فصدقني دي انت تستفاد منها جدا. ولو عجبك الفيديو واستفدت من المعلومات، ما تنساش اللايك واعمل لنا سبسكرايب لو ناوي تكمل معانا رحله الكاب كات. وباذن الله ما دام واصل معانا لحد هنا تكملها، واشوفك الفيديوهات اللي جايه. سلام.